السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد، والفيديو النهارده هكلمكم فيه عن المنحه التركيه، لكن هكلمكم فيه عن المنحه التركيه من وجهه نظر مختلفه تماما. وهكلمكم عن المنحه التركيه كمان من معرفه شخص مقبول في المنحه التركيه لعام 2016، وكان بيتخرج وقت ما انا كنت معاه في السكن، في الاوضه اللي احنا كنا قاعدين فيها مع بعض في السكن الطلابي. فعشان كده مع الأسف ما قدرتش أكلمه وأجيبه هو بنفسه يتكلم في الفيديو. فالشخص ده هو كان مقبول في المنحة التركية لعام 2016 من دولة السودان الشقيقة. طيب دلوقتي أنا هقول لكم عن المنحة التركية، عن حاجات مهمة جدا وعن تفاصيل مهمة جدا جدا وعن ثغرات في المنحة التركية. الطلاب اللي لسه ما قدمتش تقدر تستغل الفرصة وتلحق تقدم، لأن كمان ما بقاش وقت والمنحة تقفل. طبعا في الفيديو هنا انا هكلمكم بشكل مختلف تماما خالص، غير الكلام اللي كنتوا تتفرجوا عليه في الفتره اللي هي قبل ما تفتح المنحه وبعد ما فتحت المنحه. وعشان جيت وقلت لكم طبعا الكلام ده في اخر مرحله المنحه التركيه، فالناس بقى ايه تركز في الفيديو وتتفرج الفيديو للاخر خالص خالص خالص. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وكمان تكتبوا لي في التعليقات رايكم في الفيديو والحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها في تركيا في الفيديوهات الجايه. وما تنسوش تحطوا اشتراك لو انتوا مش مشتركين في القناه. طيب دلوقتي انت هتقدم على المنحه التركيه، في حاجات معينه لازم تاخد بالك منها ولازم تركز عليها كويس جدا جدا. واول حاجه لازم تعرف الغرض من تقديمك على المنحه التركيه. المنحه هي ايه؟ المنحه اصلا بص هقول لك انا ايه المنحه من الاساس. دلوقتي احنا من زمان خالص، من عهد جدي وجدك وابويا وابوك، احنا نعرف ان المنحه شخص متفوق تمام، جايب 100% او طالع الاول على الجمهوريه، على الاول على دفعته، الاول معرفش على محافظته، تمام، وجات له منحه وقدم على المنحه دي واتقبل وطلع وسافر ودرس بره منحه. ده اللي احنا نعرفه، وفعلا لحد دلوقتي المنحه تعرف بالمعرف ده، وهي المنحه بالشكل ده اصلا. فانت دلوقتي كطالب، وده هو طبعا اكتر حاجه بتجيلي انا، ودي اكتر رسائل بتجيلي برضو على الخاص، ان انت كطالب دلوقتي جايب 70% تمام، وجايب 80%، وجايب 90% يا سيدي، وجايب 95%، وتيجي تبعت لي تقول لي انا ما اعرفش اخترت تخصص علاج طبيعي، واخترت تخصص طب اسنان، واخترت تخصص ما اعرفش هندسة كمبيوتر، او اخترت برمجة، او اخترت معرفش جامعة انقرة، اخترت معرفش جامعة اسطنبول، اخترت معرفش جامعة ازمر كاتب شلبي، اخترت معرفش جامعة غازي عنتاب. فانت دلوقتي يعني في بمجموعك ده، وكمان بتيجي تختار. الفكرة فين؟ بص هقول لك انا الفكرة ان المنحة اصلا التركية بتكون لكل دولة مقاعد محددة. فانت مثلا لدولتك اللي هي مصر، لو انت بتقدم من مصر، محدد 15 مقعد على سبيل المثال، 15,000 مقعد. فانت في ال 15,000 مقعد دول بيقدم كام واحد جايب في الثانوية 100%، وكمان معاه شهادات خارجية، وكمان معاه خطاب توصية وخطاب نوايا مكمل 100%، كويس جدا ما فيهوش أي غلطة خالص. فأنت دلوقتي اللي أنت جايب 70% تمام، أو جايب 80%، أو جايب 90%، أو جايب 95% حتى، تمام، ولا نفترض ان انت حتى معاك باقي الاوراق مظبوطه ما فيهاش اي مشكله خالص، وجاي دلوقتي تقدم على المنحه، وجاي بتختار افضل جامعات في تركيا، وعايز افضل تخصصات، وعايز مع يا سيدي. ما هو بص، انت يعني انت لو انت متفوق وبتدور على النجاح وبتدور على افضل حاجه في الحياه للدرجه دي، كنت دورت على ان انت تحصل على افضل درجه في الثانويه. فاهم انت الفكره فين؟ فانت هتبص لمرحله من مرحله تانية، او هتبص للمنحه من نظره تانية. فاهم الفكره؟ يعني ما تجيش مثلا تبص على المنحه من منظور ان انت تدرس في اقوى جامعه او تدرس في اقوى تخصص. بص على المنحه من المميزات بتاعتها، تمام. بص على المنحه ان انت عايز تقدم على المنحه تستغل المميزات، وتستغل الراتب الشهري، تستغل تذكره الطيران المجانا، تستغل السكن المجانا، تستغل مصاريف الجامعه المجانا، تستغل الحاجات المجانا دي كلها. وكمان تيجي هنا تركيا يا سيدي وتتفسح وتنبسط، وكمان تشتغل في الاجازه وتعمل فلوس وتبعت لاهلك وتبسط نفسك وتبسط الدنيا كلها حواليك. فاهم الفكره؟ فانت بص للمنحه من المنظور ده. ما تجيش مثلا انت جايب 70% وتقول لي انا عايز تخصص برمجه كمبيوتر. ما تجيش مثلا انا عايز علاج طبيعي بمجموع 70%. فاهم؟ بص اول حاجه الشروط، انا هقول لك الشروط.
واكيد طبعا عشان انا جاي في اخر فتره في المنحه التركيه، فالناس اللي بتتفرج على الفيديو ده اصلا اتفرجت على مئات الفيديوهات قبل كده وعرفت الشروط وعرفت الاوراق وعرفت الدنيا كلها اصلا. فانا بس في الفيديو ده جيت بقول لك الزتونه بس وافضل طريقه انت تقدم بيها. والكلام اللي انا بقوله لك ده الكلام كمان اللي هو قاله لي الراجل المقبول في المنحه التركيه، وبيقدم كمان لناس كتير جدا وعنده خبره في المنحه التركيه وعارف الحاجات دي كلها. ودي كمان خبرتي انا في التقديم على المنحه التركيه للطلاب. بص يا سيدي، انت دلوقتي الشروط بتاعه المنحه اول حاجه لازم تبص لها وهي السن بتاعك. لو انت سنك اقل من 21 سنه مرحله بكالوريوس، تمام؟ يعني لو انت سنك اكبر من 21 سنه ما ينفعش تقدم على بكالوريوس، وما تتعبش نفسك وما تروحش تقدم كمان، تمام؟ ولو انت سنك اقل من 30 سنه مرحله ماستر، ولو انت سنك اقل من 35 سنه مرحله دكتوراه، تمام؟ فاكبر من العمر المحدد ده ما تروحش تقدم على فئه من الفئات دي، سواء بكالوريوس او دكتوراه او ماجستير، لان مش هتتقبل، تمام؟ هتضيع وقتك، هتضيع فلوسك، هتضيع مجهودك على الفاضي ومش هتتقبل في النهايه. كمان لو انت مجموعك اقل من 70% ما تقدمش على ماستر، ولو مجموعك قصدي ما تقدمش على بكالوريوس. البكالوريوس الحد الادنى للمجموع 70%، والحد الادنى للمجموع لتخصص او لفئة الماستر 75%، والحد الادنى ده 75% طبعا للماستر والدكتوراه. طيب دي طبعا اللي هي الشروط. طبعا انت عندك اللي هو خطاب التوصيه وخطاب النوايا وشهاده الثانويه والباسبور او البطاقه بتاعتك او الحاجات دي كلها، الحاجات اللي هي معرفه يعني الاوراق او كده. فانت عارف الاوراق اصلا، فانا مش هاجي اقول لك عن الاوراق والحاجات دي كلها. انت المميزات دلوقتي ايه؟ بص يا سيدي، المميزات بتاعه المنحه التركيه ان انت اول ما بتتقبل على طول مباشره بتاخد تاشيره مجانا، بتاخد التذكره بتاعه الطيران مجانا، بتاخد سكن مجانا، بتاخد كمان مصاريف جامعه مجانا، وبتاخد كمان راتب شهري مجانا. الراتب الشهري، بص انا هقول لك الرواتب الشهريه. الراتب الشهري للبكالوريوس 3500 ليره في الشهر، وعندك كمان للدكتوراه 5000، قصدي للماجستير 5000 ليرة شهريا، وعندك للدكتوراه 6500 ليرة شهريا، وعندك لطلاب الأبحاث 12000 ليرة تركية شهريا. فأنت شايف المميزات حلوة إزاي؟ فأنت ما تجيش تضيع على نفسك الفرصة. بص، فأنت ما تجيش تضيع على نفسك راتب شهري وكمان سكن مجانا وحاجات حلوة من دي كلها بإن أنت تروح تقدم لي على جامعة مثلا ترتيبها الخامس على تركيا، ولا ترتيبها 15 على تركيا، ولا ترتيبها 20 على تركيا. بص، قدم على جامعة، تمام، تقبلك، فاهم؟ قدم على جامعه تقبلك بالمجموع بتاعك ده وبالتخصص بتاعك، او قصدي التخصص يقبلك برضو في المجموع بتاعك ده. لان انت لو مجموعك 70%، هو بكرر تاني، لو انت مجموعك 70% او 80% او 90% او 95% برضو مش هتتقبل. انا بقولها لك وش اهو، مش هتتقبل. ما هو انا قادر اقول لك مثلا انا بقدم للناس على المنحه التركيه وباخد كمان عموله على التقديم في المنحه التركيه. ممكن اجي اقول لك مثلا تعالى قدم معايا وبص وهجيب لك قبول وما اعرفش وهجيب لك التخصص اللي انت عايزه وقدم 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 وبتاع واقعد ارسم لك البحر الطحينه وكده، وتيجي تقدم برضو واخد منك العموله بتاعتي وزي الفل. خلاص، ما انت ما اتقبلتش، انت مش هتقبل اصلا، وانا عارف ان انت مش هتقبل. فاهم الفكره فين؟ انما انت مثلا تيجي مثلا تقول لي ايه، انا هقدم مثلا على معهد، ما فيش مشكله اقدم لك على معهد، تمام؟ ليه؟ لان انت المعهد سنتين مثلا، هتستفيد سنتين من المنحه التركيه وزي الفل. طيب انا كطالب دلوقتي جايب 70% برضو، جايب 80%، وعايز اجرب حظي برضو، اعمل ايه؟ بص اقول لك انت تعمل ايه. في ترتيب الجامعات ما تحطش ترتيب جامعات عاليه، حط جامعات ضعيفه وفي مدن مش معروفه. ليه؟ لان انت في الجامعات دي ليك فرصه ان انت تتقبل، انما انت هتروح تحط مثلا تخصصك او جامعتك جامعه قويه وانت مجموعك 70% مش هتتقبل خالص. ليه؟ لان انت في عندك اصلا ناس تانية بتقدم برضو على الجامعات دي القويه والتخصصات القويه، وهم اصلا مجموعهم قوي، فاهم؟ فهم اللي بيتاخدوا وبيتقبلوا في التخصصات دي وفي الجامعات دي. فانت قدم على الجامعات اللي هي الضعيفه، قدم على التخصصات اللي هي الضعيفه، تمام؟ وان شاء الله هيكون ليك الفرصه اكبر، غير ان انت تروح تقدم على جامعات قويه وتقدم على تخصصات قويه. فزي ما قلت لك، خلي هدفك من التقديم على المنحه التركيه. طبعا الناس اللي هي جايبه 100% دول الكلام بعيد عنهم، بره عنهم خالص، ما عليهمش كلام خالص، يقدموا على التخصص اللي هم عايزينه ويقدموا على الجامعه اللي هم عايزينها، مفيش اي مشاكل خالص. انما الناس اللي هي جايبه اقل من 100%، خلي هدفك ان انت تقدم على المنحه التركيه
تستفيد من مميزات المنحة التركية، مش ان انت تدرس تخصص خرافي يعني ولا بص استفيد من المنحة التركية، وبعد ما تخلص استفادة منها قدم على تخصص انت عايزه مثلا، فاهم، وانبسط يعني. فعشان كده الناس اللي هي هتقدم على المنحة التركية الحقوا قدموا دلوقتي، عشان المنحة هتقفل، وما تقدموش على المنحة التركية في آخر 3 أيام مثلا أو في آخر يومين، لأن الموقع بيبقى معلق أصلا، والموقع بيبقى متبهدل خالص. فقدموا على المنحة التركية في آخر فترة اللي هي الباقية دي كلها، اللي هي في خلال ال 15 يوم الباقيين دول، لأن في 5 أيام تانيين. ال5 أيام الأخرانيين دول ما تقدمش فيهم، قدم في خلال 15 يوم اللي هم الباقيين دول، عشان ما تزنقش نفسك يعني وتلاقي في الموقع بيعلق منك وما تعرفش تقدم. فالتقديم طبعا بسيط جدا وسهل جدا، ولو انت برضو عايزني اقدم لك بشكل كويس وبشكل واضح، وكمان تاخد توصيات وتاخد نصايح، واقدم لك في التخصصات اللي انت ممكن تتقبل فيها بالمجموع بتاعك وارشادات والحاجات دي كلها، كلمني برضو على الخاص، رقم الواتساب بتاعي موجود هنا اهو، كلمني وهبعت لك التفاصيل كلها، واقدم لك عادي على المنحة التركية، وان شاء الله يكون ليك فرصة ان انت تتقبل في المنحة التركية وتيجي كمان تركيا. وكمان لو انت مش هتقدم على المنحة التركية وعايز تقدم على الجامعات الحكومية التركية بره المنحة التركية، تقدر برضو تبعت لي على رقم الواتساب بتاعي، او تقدر تكلمني على الانستجرام بتاعي، وانا برضو ان شاء الله هترجم لك الاوراق بتوعك كلهم، وكمان هبدأ اقدم لك مباشرة ان شاء الله، وتيجي تركيا برضو واساعدك واقف معاك لحد ما توصل وتبدأ دراستك وتستقر ان شاء الله. بس فدي كانت المنحة التركية وكل ما يتعلق بيها. الجو ساعة دلوقتي طبعا، فأنا ببرد دلوقتي، فعشان كده بحاول أنهي الفيديو بسرعة، لأن احنا عندنا الجو تلج بصراحة. يعني أنا معرفش اللي عايز يجي تركيا ده عايز يجي تركيا عشان التلج، بس عادي يعني. بص في ناس بتحب الشتاء يعني، بس هو الشتاء هنا رخم بصراحة. أنا كنت أحب الشتاء في مصر. طلعنا بره الموضوع، احكي لكم شويه حاجات حلوه، فاهم. انا عارف ان في ناس صدمتهم كده، فاهم، فاحكي لكم شويه حاجات حلوه. فانا كنت احب الشتاء في مصر، وبعدين لما جيت تركيا بقيت اكره الشتاء بصراحه، لان الصيف هنا احلى من الشتاء بكتير جدا. احنا عندنا الصيف بصراحه وحش جدا، انما الشتاء حلو شويه. فانا ببرد، الجو تلج. فعامة بشكل عام بص، زي ما انا قلت لك كده، خلي هدفك وهمك الاول ان انت تتقبل في المنحة التركية من اجل المميزات بتاعة المنحة التركية، ومش من اجل ان انت حضرتك تدرس تخصص احلامك، فاهم الفكرة. بس يعني حتى لو الفكرة، لو انت هتقدم، لو انت يعني مخلص بكالوريوس وهتقدم على بكالوريوس تاني، قدم برضه مفيش مشكله. بص، ما هي فرصه اتعلم فيها اللغه التركيه، اتعلم لك لغه جديده مجانا، وعيش مجانا، وبص وراتب مجانا، يعني كل حاجه بلاش، فاهم انت الفكره يعني. تعالى مفيش مشكله يعني. لو انت مخلص بكالوريوس ما تقدمش ماستر يعني، لو انت سنك لسه صغير وكده قدم بكالوريوس برضه تاني، وتعالى كمل هنا دراستك تاني، ادرس تخصص تاني، خبره، فاهم، بتستفيد، بتتعلم حاجات جديده، بتتعلم لغه جديده، بتستفيد بخبره شعب جديده، بتستفيد بغربه جديده يعني. بص كل حاجه حلوه يعني، ما تقلقش، ما فيش حاجه هتخسرك حاجه يعني. وفي الاخر انت ما خسرانش حاجه فلوس يعني، انت ما خسرانش فلوس، انت بيدفع لك فلوس يعني، فاهم الفكره فين. فده كل الموضوع كده ان شاء الله، واتمنى ان الفيديو يكون افادكم. ولو في اي حاجه انتوا عايزين تعرفوها عن تركيا وعن المنحه التركيه وعن اي حاجه، ابعتوا لي على الواتساب. انا طبعا ما رضيتش اكمل او ما رضيتش اتكلم كتير في المنحه التركيه، لان انا عارف ان الناس اللي اتفرجت على فيديوهات كتير، والناس الاخوات اللي هم بيشرحوا المنحه التركيه وبيتكلموا على المنحه التركيه والحاجات دي كلها، الناس دي كلها بتوفي واكتر يعني، وبيقولوا كل حاجه الطالب محتاجها. فالمهم بس ان انت تاخد بالك ان انت هدفك يكون عامل ازاي، على اساس هدفك تعرف تقدم. لو انت مجموعك 100% بكرر تاني، قدم على اللي انت عايزه، ما انت ما عندكش مشكله، بس اظبط برضو الاوراق بتاعتك اللي هي الخطاب التوصيه وخطاب النوايا وشويه شهادات تقدير وكده، اظبطهم دول وهتلاقي نفسك بتتقبل يعني على طول ان شاء الله. ان شاء الله يعني، اضمن لك يعني. انا صاحبي اللي اتقبل في المنحه التركيه اللي انا قلت لكم عليه ده اتقبل طب بشري من السودان، لكن في الوقت طبعا، وده الحاجه اللي هو قالها لي، في الوقت اللي هو قدم فيه كان العدد اللي قدم قليل، فبالتالي المنافسه كانت قليله. فعشان كده انت ممكن تقدم، وكان مجموع كويس جدا يعني، كان مجموع 99% غالبا. فعشان كده دلوقتي المنحه معروفه اكتر من الاول يعني، المنحه دلوقتي الكل يعرفها، فاهم. فالمنحه دلوقتي معروفه جدا، فاللي بيقدموا كتير جدا، فالمنافسه اكبر بكتير جدا، فبالتالي لازم
يعني لو انت مثلا مجموعك غلبان شويه، معلش قدم على حاجه غلبانه برضه شويه، يعني قدم على معهد، فاهم؟ يعني ما تروحش تقدم لي مثلا على طب، هتخسر، فاهم؟ يعني خساره 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 خساره. يعني فرصه اغتنمها يعني، فاهم الفكره؟ بس يعني واتمنى اشوفكم في فيديو جديد كده ان شاء الله. ان شاء الله فيديو جديد قريب جدا 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 جدا، فيديو جميل جدا، وفي فيديوهات كتير جدا جايه في الطريق، فيديوهات جميله جدا، ومش هنوقف يعني، على طول مستمرين في الفيديوهات بتاعتنا. فعشان كده خليكم مشتركين في القناه وفعلوا زر الجرس، وحطوا لايك للفيديو لو عجبكم الفيديو، وكمان حطوا تعليق، واشوفكم فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعشان الجو تلج، بصراحة الجو تلج خالص. السلام عليكم. السلام عليكم.